احنا هنا جينا بقالنا 9 ايام من يوم السبت، بعد ما احنا شفنا ان بعض المصابين الموجودين في ثورة 25 يناير اتهانوا وفي بعض الناس ماتوا، وطبعا كل الشعب اللي عنده نخوة هو اللي نزل علشان يحمي المصابين من الثورة. لا انا جينا يوم الجمعة ومشينا ونزلنا عشان الدم. اما شفنا اللي حصل في محمد محمود نزلنا عشان موضوع الدم. الاكل بالنسبه لنا سهل، اصل اي حاجه سندوتش فول عيش فينو اي حاجه بتقضينا. المهم ان احنا نزلنا عشان الدم. انا جاي من يوم الاثنين عشان ما قدرتش استحمل الصراحه اللي حصل يوم الجمعه والسبت، والحد قاعد قدام الجهاز بتاعي ما بنامش، قاعد بتفرج على اخواتي بتموت، قاعد بعيط. جيت عشان حتى اموت عادي، امشي لما احس ان البلد دي هتنضف باذن الله. مش شغال، قاعد على طول، ما بشتغلش حاجه. من يوم شفت الضربه بتاع الحد والسبت اللي ضربونا فيها بالمليان، شفتها اللي ماتت فيها. مش هنمشي، قاعد مكمل. لما يمشي وزير الدفاع احنا نمشي. من يوم الاربعاء اللي فات. الاصابه دي كانت من هنا؟ لا، الاصابه ديت من قبل كده. ثوره ولا لا دي حادثه. حادثه بقالها سنتين. رغم اصابتك ولكن قاعد معتصم. انا مش قاعد معتصم، انا مش عارف اعمل اي حاجه، لا عارف اتعالج ولا الاقي مكان اعيش فيه كمان يعني. انا بياع هنا فارس هنا وجاي عايز اعمل ثوره للبياعين. عايز اعمل ثوره للبياعين. انا بقالي شهر هنا. يا سياده المشير، يا سياده المجلس العسكري، ان كنت انت بتحارب على كرسي، احنا بنحارب على قضيه شعب. ورانا مسؤوليه كبيره، ورانا قضيه كبيره. في ناس غلابه في قلب البلد، الناس ما عادتش لاقيه اكل. اخلع انت والناس اللي معاك وسيب السلطه، احنا خلاص خلعناك ومش عايزينك، انت مش هتحكم. من يوم الاثنين. اتصبت فين؟ دراعي وفي كتفي من تحت وفي تحت صدري يعني. وبقف مش هتمشي؟ لا مش همشي. اسقاط المجلس العسكري. الطلب واحد، وادي الشعب قدامكم. طوائف من كل محافظه في مصر، منوفيه والشرقيه واسيوط وعين شمس، كله عايز طلب واحد وانتوا حرين. مجدي الشربيني، محطه مصر. إذا نعيد على حضراتكم الترشيحات. تقترب أو هو على رأس الترشيحات اللواء الدكتور نشأت الهلالي، مساعد أول وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق وعضو مجلس الشورى. كان دي المناصب اللي قبل ما يخرج، وهو على رأس الترشيحات اللي النهارده